مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. سامحونا على التأخير، ومن اشتاق لنا من ما اشتاق لنا. الطبق اليوم مقلوبة. الأصناف اللي راح نستعملها اليوم: بيذيان، بطاط، يزر، بصل حق الصوص، وبصل حق الجدر، فلفل بارد، طماط حق الصوص، طماط حق الجدر، ثوم حق الصوص. زين، وهذا الديايتين نقصصهم انصاص، والحين تشوفون طريقة الطبخ. حاليا عندنا خطوتين: الخطوة الأولى نتبل الدياي زين ونخليه، والخطوة الثانية نقلي البيذيان نص قلية بس البيذيان. الحين بهرنا الدياي نخليه، ونروح نقلي البيذيان، بعدين نبلش بالصوص مال شنو؟ مال الجدر. اوكي، نسوي الصوص اللي راح نمرق فيه المقلوبة زين، ونمرق فيه الدياي: بصل وثوم ونحمسهم. هذا البيذيان نقليه نص قليه، وهنا عندنا البصل والثوم، نحط البهارات عليهم ونحمسهم عدل. طبعا الصلصة هذه يكون فيها البهار مركز. ليش؟ لأن راح نصبها على الخضرة، والخضرة ما فيها بهارات، عرفتوا شلون؟ فلازم يكون البهار فيها مركز شوي. الحين نحط قوطين معجون، حطينا الأول وهذا الثاني. أوكي، ونحمس عاد. الحين بعد ما تختخ المعجون شوي وصار زقرت، نقط وراه الطماط ونخليه لين يذوبل شوي. عندنا هني نص قالب زبدة لورباك، نحطه العودة ونحمز شوي خليه يذوب. السر كله طبعا الحين نحط الملح. الصوص هذا نكثر عليه الملح. ليش؟ لأنه ما راح نحط ملح على الخضرة احنا، والدياي لما نتبله نملحه شيء بسيط، فنكثر ملح على الصوص هذا. الحين بعد ما خلصنا البيذيان، اي دور الدياي، نقل الدياي، نقليه 3/4 قلية. خلصنا البيذيان. الحين بعد ما قلينا الدياي واستوى الصوص، نسوي العيش، وبعد ما نسوي العيش نركب الجدر، والحين اوريكم شلون. الحين حق التركيبة داخل الجدر: نحط البطاط ونسطره، نفرشه عدل قاع الجدر. الحين نجيب الدياي، نقمسه بالصوص كذي، نقلبه عدل، عرفتوا شلون؟ بعد ما غمسنا الدياي بالصوص، نسطره على البطاط كذي، ديايتين طبعا، نسويهم ونسطرهم. الحين بعد ما حطينا الدياي، نحط الخضرة. أول شيء نوزع البصل زين. الحين وزعنا الخضرة كلها فوق الدياي. الحين نصب الصوص فوق الخضرة. طبعا نوزع الصوص على الخضرة بالقفشة، نوزع عدل. رشة زيت صغيرة بس عشان لا يمسك بقات الجدر، شوية شيء بسيط يعني. الحين نحط العيش المشخول. الحين نحط العيش المشخول فوق الخلطة كلها. ما يمنع حبايبي زعفران وصبغة زعفران وهيل وماي ورد، نصبه فوق العيش كذي، ونحطه تحت حديدة، ونسكر عليه نار هادية، نخليه تقريبا نص ساعة، ثلث ساعة، 25 دقيقة، والأمور طيبة. حبايب قلبي، تخلي الجدر يخدر براحته. هذه مقلوبة اليوم، إن شاء الله أوريكم الفنش تالي. يعطيكم العافية وسامحونا على القصور. وهذه مقلوبتنا جاهزة وخلصت، وهذا الفنش. والحين متعلين ابو يعقوب
يعطينا رايه بعد شوي ان شاء الله.